ازيكم يا جماعة كلكم، معاكم جورج أندروس، طالب بيدرس هنا ماجستير في ألمانيا. وفيديو النهاردة عن ازاي تجهز للآيلتس. ده هيبقى زي فيديو كده، يعني الخطة بتاعتك للتحضير للآيلتس من الأول لحد أما تحجز امتحان وتمتحنه بالفعل. طبعا الفيديو دوت في ناس كتيرة سألتني عليه في مشاركين هنا في القناة، فأنا بعتذر جدا على التأخير قبل ما عملت الفيديو دوت. فأول حاجة الآيلتس، أهم حاجة نفهم هو إيه الآيلتس. عموما هو عبارة عن امتحان قدرات في اللغة، متقسم لأربع سكشن الليسننج، الريدنج، الرايتنج والسبيكينج. تمام. الليسننج بيبقى حوالي نص ساعة، الريدنج بيبقى حوالي ساعة، الرايتنج برضو بيبقى ساعة، والسبيكينج بيبقى من 10 ل 15 دقيقة، حاجة زي كده. تاني حاجة مهم برضو ان احنا نفهم ان امتحان الايلتس فيه منه نوعين، في نوع اكاديمي ونوع جنرال. ايه الفرق ما بينه؟ الفرق ما بينه على حسب انت عايز تطلع الشهادة دي عشان ايه. لو انت طالب هتدرس او هتقدم على جامعات بره في برامج محتاجة منك اللغة الانجليش طبعا، ففي الحالة دي بتبقى محتاج الامتحان الأكاديمي اللي هو مخصص للتقديم على جامعات أو على الدراسة عموما بكل أنواعها. اما الامتحان الجنرال فدوت بيبقى للناس اللي هي رايحه تشتغل، رايحه هجره، رايحه حاجه ملهاش علاقه بالدراسه، بل حاجه ليها علاقه بالحياه العمليه والشغل اكتر. يعني الفرق بين الاكاديمي والجنرال بيبقى بس في سيكشن ريدنج والرايتنج. الامتحان الاكاديمي الريدنج بتبقى قطع يعني باراجرافات اطول، وبتبقى بتتكلم عن توبكس بتبقى اكاديميه اكتر، يعني ممكن حاجات علميه، ممكن حاجات اقتصادية، حاجات زي كده. أما في الجنرال بتبقى يعني قطع باراجرافات 3 بيبقوا أقصر شوية، وبيبقوا بيتكلموا عن حاجات يعني عادية، حاجات في الحياة العملية أو حاجات يوميات. تاني حاجة الرايتنج في الأكاديمي يعني 2 سيكشن الأولاني بتاع الرايتنج بيبقى اللي هو 150 كلمة. دولت بيبقى فيهم جراف، تشارت، دياجرام، رسومات معينة، حاجة هتانلايز منها داتا وتكتب عنها. والنص التاني في الرايتنج بيبقى مكون من اللي هو الاسي اللي هو 250 كلمة، بيبقى رايتنج أكبر أطول شوية، ودوت بيبقى معظم الوقت هيكلمك على توبيك برضو أكاديمي، حاجة علمية، حاجة ليها علاقة بالاقتصاد بالإيكونومي كده يعني. اما الامتحان الجنرال فهيبقى في السكشن الاولاني من الرايتنج، هيبقى بيكلمك عن حاجات يعني يعني حوارات فورمال او سيمي فورمال، يعني اللي هي كلام مبسط. تمام. ده في السكشن الصغير اللي هو 150 كلمة، يعني مثلا تكتب جواب، خطاب، ايميل، حاجة زي كده. اما اسي بقى اللي هو السكشن التاني ال 250 كلمة، دوت هيبقى برضه يعني بيكلمك على توبكس يوميات، حاجات بسيطة، مش حاجات معقدة أو أكاديمية أو حاجة عن توبك سبيسيفيك في العلم أو في الاقتصاد أو حاجة زي كده يعني. تمام. بس دي هي الفروقات ما بينهم. فأنت طبعا أهم حاجة تبقى عارف أنهي نوع امتحان هتمتحنه، عشان لو أنت مقدم على هجرة أو على شغل فالجنرال بيبقى أسهل بكتير وتحضيره بيبقى أبسط، فمفيش داعي إن أنت تعقد الأمور بالأكاديمي وكده، ده للطلبة أكتر يعني. تمام. نقطة تانية مهمة جدا نفهمها برضو في الآيلتس، إنه ده امتحان اختبار قدرات يا جماعة. يعني ده امتحان بيختبر قدرتك في الإنجليش اللي أنت أوريدي عندك. تمام. مش امتحان أنت بتتعلم عن طريقه اللغة من أول وجديد، تمام، أو من البداية خالص. فده معناه إن أنت لازم تبقى واحد معاك أوريدي خلفية كبيرة عن اللغة علشان تخش الامتحان دوت. تمام. لو انت لسه ما عندكش خلفيه بالانجليش او الانجليش بتاعك ضعيف قوي يعتبر، فبيبقى من الاحسن انت تبتدي بكورسات تأهلك للغه. لكن ده مش امتحان، يعني ده مش زي مثلا الالماني لما باجي ادرس ليفل 1 و 2 من الاول اللي هو حضانه يعني يعتبر. لا، ده امتحان قدرات على طول. انت واحد معاك لغه، عايز ورقه رسميه تثبت قدرتك في اللغه. والامتحان دوت حتى يعني واحنا بنتكلم هتفهموا ان هو فكرته عباره عن تكنيك اكتر ما هو درايه باللغه. يعني دي الفكره، ليه تكنيكس معينه المفروض تركز فيها وانت دايما بتحله، علشان تعرف تحل صح وتحل اكبر قدر ممكن وفي اقل وقت ممكن، لان الامتحان دوت بيعتمد بنسبة كبيرة جدا على الوقت يعني على القد بالظبط. فدي نقطة مهمة لازم دايما تبقى حاططها في بالك وانت بتجهز الامتحان ده. تمام. احنا كده اتكلمنا عن ايه، خلفية بسيطة عن ايه هو الايلتس، عرفنا اجزاؤه متكونة ازاي والوقت بتاعه. نبدأ نجهز له. انت بقى دلوقتي واحد خلاص، انت محدد بقى ان انت عايز تخش محاولة الايلتس، عايز تجهز. هنبدأ ازاي؟ معاك وقت لسه، نقول بقى معاك فترة حلوة، شهرين مثلا، 3، حاجة زي كده. انا نفسي لما جهزت الامتحان بتاع الايلتس كان فترة 3 شهور
لما جهزت له. اول حاجه لازم تدور على نقط الضعف بتاعتك، دي اول حاجه انا بدات بيها. انا نقطه الضعف الكبيره في الانجليش كانت ايه؟ الكتابه. انا عندي مشاكل في الاخطاء الاملائيه في الانجليش، اللي هي الكلمات المعقده والحاجات الكبيره. والمشكله انه ايه؟ الكلمات الكبيره والمعقده هي دي اللي هتديلك درجات في السكاشن، زي السكشن بتاع الرايتنج مثلا. الكلمات دي كانت بالنسبه لي مهمه جدا انها تتكتب صح. فاول حاجه عملتها ايه؟ دورت على كل الكلمات اللي انا عندي مشاكل في اخطاء املائيه فيها، تمام، وحطيتها في لستة. كان معايا لستة كبيرة كده تقريبا كانت صفحتين ولا حاجة، بكل الكلمات اللي هي الكلمات المعقدة الكبيرة اللي أنا دايما بيبقى عندي مشكلة في كتابتها. تاني حاجة، أنا كان عندي أصلا مشكلة أكبر، إنه أنا حياتي كلها على الكمبيوتر، فأنا بالنسبة لي لازم كيبورد وبكتب. فإني أمسك ورقة وقلم وإني أقعد أكتب الكلمات، ساعات ببقى أنا الكلام عارف أكتبه، بس أنا عارف أكتبه على الكيبورد. يعني أنت تديني الكيبورد هطرقع على الزراير وهكتب الكلمة صح، إنها تديني ورقة وقلم بنسى اصلا الحروف كانت ايه. يعني دي حاجه غريبه، واعتقد الناس اللي بتستعمل كمبيوترات كتير وحياتها كلها كتابه على الكيبورد هتفهم ايه اللي انا قصدي عليه في موضوع الكتابه بالورقه والقلم. وعشان كده الامتحان اصلا في منه نسخه كمبيوتر ونسخه ورقه وقلم. فلو انت بتاع الكمبيوتر وبتحب الكتابه كتير، تقدر طبعا تمتحن الامتحان على الكمبيوتر. ودي نقطة هجيلها في آخر الفيديو. تمسك كل الكلمات أو الفوكابلريز بتاعتك اللي أنت عندك فيها مشاكل، وتحطها في لستة، وكل يوم يعني تصحى تكتب الليستة دي، تمام. كل يوم تسمع الكلمات دي كلها وانت مداريها من غير ما تبص عليها. الفكرة دي نفعت معايا كتير، وحلت معايا أزمات في كلمات كتيرة كنت أصلا بتلخبط فيها في الكتابة. فدي طبعا بالنسبة لي أنا شايف دي نقطة أساسية لازم تبتدي بيها. ده يبقى روتين بتعمله على جنب مع حلك الأسئلة والامتحانات والنماذج وكل حاجة. وانت هتيجي مع الوقت وانت بتحل نماذج الرايتنج هتلاقي في النص كلمات وقعت منك أو حاجة زي كده وكتبتها غلط، هتاخدها يعني تضيفهم معاك على الليستة تاني، وترجع تعيدهم تاني كل يوم تكتبهم لحد ميعاد الامتحان. وصدقني لو قعدت تعمل كده، يعني لو انت معاك مثلا شهرين ثلاثة تذاكر فيهم، لو شهرين ثلاثة قاعد الليستة دي تعيد فيها وتكتبها تاني كل يوم، يعني مستحيل تنساهم قبل ما يجي امتحان. يعني تقريبا هتنسى اسمك وهتفتكر الليستة بتاعت الكلمات كلها، تقدر تكتبها بعد كده عشان ما تتلخبطش فيها. لأنه كل كلمة من دول هي درجة ممكن ليك في الرايتنج بالذات. هتحل، لازم تحل من نماذج الامتحان، تمام. يعني لازم يبقى معاك نماذج كتيرة للامتحان، كل يوم تمسك لك نموذج وتحله. فأنا عن نفسي برجح كتاب كامبريدج، ده التوب، ده الكتاب الرسمي أصلا. يعني كامبريدج هم اللي ماسكين أصلا الامتحان الآيلتس ده كله، فهم بينزلوا كتب من فترة للتانية. في لينك سايبه تحت موجود في الليستة بتاعت الكتب كلها، ممكن تعملوها تحميل، تلاقوا لستة كبيرة من الامتحانات تقريبا لحد الكتاب رقم 13، من 13 ل 18. بلاش تروحوا أقدم من 13 لأنه النظام بتاع الامتحان اتغير شوية في الفترة دي يا جماعة، نخلي بالنا من الموضوع دوت. فأنا برجح من أول كتاب رقم 13 لحد كتاب رقم 18، وفي 19 تقريبا نزل من قريب بس ما لقيتوش لحد دلوقتي دوت. فهتلاقوا اللينك بتاع كل الكتب دي موجود في الديسكريبشن. انجوي. اهم حاجه اللي هي اصلا المغزى الاساسي من الامتحان دوت ان انت تظبط وقتك. كل سيكشن ليه وقت محدد. لو انت ممتاز جدا في اللغه اصلا، الحاجه الوحيده اللي انت المفروض تتدرب عليها هي ان انت تظبط وقتك في كل سيكشن. فتبص على كل سيكشن وتشوف وقته قد ايه وتدرب نفسك على الوقت دوت، مفيش اكتر منه. في الليسننج للناس اللي ممكن تلقطش الكلام بالانجلش بسهوله، لازم تتعلم على ان انت تسمع اكتر. ممكن برضو تسمع الريكوردات اللي موجوده في نماذج الامتحان اللي موجوده، يعني اسمعها اول باول، حطها في ودانك سماعات، لانه انت اصلا في الامتحان هتبقى لابس سماعات. انا بالنسبه لي بحس انه بركز في الكلام اكتر، يعني يمكن الموضوع ده مساعد معايا اكتر عشان انا دلوقتي بتعلم الماني. فلما الكلام بيبقى في سماعه ملزوقه في ودانك غير لما بتسمعها على يعني من بعد، تمام. فدايما تحط سماعه في ودانك وانت بتشتغل في السكشن بتاع الليسننج مثلا، وتسمع الكلام كويس. تسمع، تخلي بالك برضو انه الاكسنت هنا اكسنت بريتش، علشان في ناس ممكن البريتش يبقى بالنسبه لها معقد شويه عن الامريكان. فالمهم ان انت تعرف الاكسنت تسمعها كويس وتتدرب عليها كويس. واللي انت تسمعها في النماذج بتاعت الامتحانات بتاعت كتب كامبريدج ما تختلفش حاجه عن اللي انت هتشوفه في الامتحان. هي نفس الاسطمبة، نفس الطريقة، نفس كل حاجة. يبقى الليسننج هتتدرب عليه ازاي؟ تظبط وقتك بالظبط 30 دقيقة، يبقى 30 دقيقة بالظبط. وتبقى يعني وانت بتسمع الاوديو بتاعت السكشن تبقى حاططها في سماعة في ودانك، يفضل بكتير عشان الكلام يبقى واضح معاك. ندخل على سكشن الريدنج، تمام. ده 60 دقيقة، مكون من 3 باراجرافات، كل باراجراف ليه الأسئلة بتاعته تحتيه.
هنا بقى نقطة مهمة جدا، لأنه ده تقريبا أهم سيكشن، ده يعني ده اللي بيلم درجات، تمام؟ فده اللي أنت لازم تبقى فاهمه ومتدرب عليه كويس إزاي بتحله. وهنا تيجي التكنيك اللي أنت المفروض تشتغل بيه. أنت هيديلك باراجراف، المفروض يعني في العادي إن أنت هتقراه وبعد كده تجاوب على الأسئلة اللي تحتيه. لا، المفروض بقى الصح هو إن أنت اقرا الأسئلة الأول وبعد كده دور على إجابتها في الباراجراف. الموضوع ده فرق معايا جامد جدا. انا كنت في الاول وانا بتدرب كنت متبهدل في الريدنج ده خالص، لحد ما فهمت بعد كده انه الاصح هو ان انت يعني بعد ما دورت على الموضوع كتير ازاي نحل الريدنج ده ونجيب فيه درجات، تقرا الاسئله الاول فتبقى فاهم هو انت ايه المعلومات المهمه اللي انت محتاج تستخرجها من الباراجراف بتاع الريدنج بتاعك. انت معاك ساعه يعني 60 دقيقه، ممكن انت تفتكر ان 60 دقيقه ده وقت كافي، لكن في الواقع لا، بالذات للاكاديمي. الاكاديمي الباراجرافز طويله وبتبقى معقده شويه وفيها معلومات كتير، فلا هو 60 دقيقة ده هيبقى بالظبط تمام. يعني حتى لو انت بتحلها كويس هيبقى برضو بالظبط. فدي نقطة مهمة لازم تخلي بالك منها. تبدأ بقراية الأسئلة، تقرا الأسئلة، تفهم هي ايه المعلومة المهمة اللي انت محتاج تستخرجها من الباراجرافز، وبعد كده تطلع على الباراجراف تقراها بعد ما انت خدت خلفية على كل سؤال. فالنقطة دي مهمة جدا وصدقني هتفرق معاكم جامد جدا في الريدنج. وطبعا كل النماذج هتبقى موجودة معاكم في الكتب، تقدروا تتدربوا عليها. هيبقى عندكم امتحانات كتير موجودة في الكتب وانتوا بتجاوبوا هيبقى معاكم كمية كبيرة من الأسئلة تقدروا تحلوها. بعد كده ندخل على السكشن التالت لينا في الامتحان اللي هو سكشن الرايتنج. من قبلها انت متدرب زي ما قلت لكم لستة كبيرة فيها كل الكلمات اللي انت بتقع فيها او الكلمات المهمة اللي هتساعدك في ان انت تبني جمل قوية جوه الرايتنج. هتبدأ بعد كده تستعمل الجمل دي في الكتابة بتاعتك، لانه الرايتنج هنا بيعتمد على ايه؟ هنا هو بيقيس قدرتك على ان انت تركب جمل معقدة، يعني تشعر، تمام؟ في الرايتنج مهم جدا ان انت تكتب كلمات قويه. بيبقى مكون برضو من 60 دقيقه او ساعه، 2 رايتنج، واحد صغير 150 كلمه وواحد كبير 250 كلمه. طيب نقطه مهمه جدا تعملها وانت بتتدرب على الرايتنج من وجهه نظري الشخصيه، ان انت تجهز لنفسك جمل افتتاحيه تليق باي توبيك تقدر تحطها لما تبدا الكتابه بتاعتك. ليه الموضوع ده مهم في ان انت اوريدي خدت وقتك ان انت تجهز جمل افتتاحية كده زي البرقية كده يا جماعة. يعني فاكرين في العربي في مواضيع التعبير لما كنا نكتب برقية؟ البرقية هي دي نفس الفكرة برضه. هي فكرتها ان انت جملة كبيرة بتحطها بتملى الكلام، تمام؟ بتحشي كده كلام حلو في الأول. الجمل انت محضر لها متأكد 100% انه كتابتها والجرامر بتاعها صح، وفي نفس الوقت هي جمل قوية هتعلي من الدرجات معاك شوية. فهي نفس الفكرة. بتجهز جمل افتتاحية تقدر تدخلها أو تحطها في التوبيك بتاعك بأي طريقة. وأنا هبقى سايب لكم في اللينك بتاع الفيديو دوت فايل وورد فيه كل الجمل اللي هي بتليق على أي توبيك تقدر تدخلها، وممكن تقروها وتتدربوا عليها، وممكن عن طريقها تبنوا لنفسكم انتوا كمان حاجة تانية جديدة. المهم تعمل حاجة تقدر ايه تلاقيها بتشتغل معاك في كل التوبكس، تمام؟ وانت اوريدي هيبقى معاك في الكتب توبكس كتيرة من الرايتنج تقدر تتدرب عليهم كلهم، وتشوف انهي جمل من الجمل اللي انت حضرتها دي لاقت على كل التوبكس اللي موجودة عندك في الكتاب، فاهمني؟ فتعرف لك واحدة اتنين تلاتة على قد ما تقدر، وتبقى ضامن انه الجمل دي تقدر تدخلها في اي توبك وتبقى لايقة عليه والجملة تعبيرها قوي، تمام؟ دي انا عملتها ان انا اصلا زي ما قلت لكم الرايتنج بتاعي هو اضعف حاجة في الانجليش بتاعي، تمام؟ ممكن الكلام عادي مفيش مشاكل، الفهم مفيش اي مشاكل، الكتابة هي اللي كانت الدنيا مش احسن حاجة. فعلشان كده الجمل دي نفعتني قوي يعني جدا، ظبطت معايا الدنيا، لقيت نفسي بعرف اكتب كتير لانه الجمل دي لوحدها بتاكل كلام معاك. فظبطت معايا الدنيا وما كانش عندي مشكلة في ان انا خلاص خلصت كل الافكار اللي عندي في التوبيك، وفي الاخر لقيت نفسي لسه برضو ما وصلتش للعدد الكلمات المطلوب مني سواء 150 او 250. تاني حاجه يا جماعه نركز وانت بتعمل رايتنج تركز في اللينكينج ووردز، تمام؟ الكلمات اللي بتربط بيها جمل وبين بعضها في الانجليش ده بتبقى في اي حوار عادي يعني، بس ايه دي مهم ان انت تركز عليها قوي في الرايتنج، لانه دي بتبقى مهمه وبتبين للي بيصحح ان انت عندك خلفيه بازاي تربط الكلمات في بعضها. وبيبقى في لسته هسيبها لكم لللينكينج ووردز كلها، برضه هسيب لكم كل اللينكينج ووردز اللي ممكن تستعملوها في الفايل اللي هو بتاع الكلمات الافتتاحية أو الجمل الافتتاحية كده أو البرقيات، تمام؟ للكتابة عندك تقدر تتدرب عليها.
فدي انا اقدر اقول عليها يعني ايه اهم نقطة في الرايتنج ده كله. لو اتدربت عليها هتظبط معاك كل حاجة. اي بقى معلومات يا جماعة، يعني انتوا في توبكس هتلاقوها رخمة، يعني ممكن تلاقوا مش لاقي معلومات تتكلم عنها. تمام، اديكم مثال توبك دوت مثلا اهو. خلي بالكم ان هو دايما بايه تاسك 2 بيبقى حاجة ديبيتابل. تمام، يعني هو بيتكلم معاك انت موافق الرأي ولا مش موافق الرأي، ولا انت مع الاتنين. يعني مثلا التوبيك دوت يا جماعه بيتكلم في ايه، بيقول لك the most important aim of science should be to improve people's life. تمام. to what extent do you agree or disagree with this sentence. هنا هو مش عايزك تقول كلمات وقائع وحاجات صح، وما عندناش نت نسرش حتى ندور على توبكس رسمية بتقول كلام علمي يعني عن الحكاية او التوبيك دوت. انت بس بتتكلم من واقع خبرتك، وعادي ان انت تألف كلام من عندك، يعني مش حوار. هو هنا المغزى الاساسي مش ان هو يقيس ان انت كتبت كلام مظبوط وموثق علميا ولا مش موثق علميا. تمام، هو الفكرة بس انه يقيس قدرتك على الكتابة. فلما انت تلاقيه مثلا رامي لك توبيك زي ده وسايح، وانت معكش اي مصادر تقدر تطلع منها كلام تكتبه، مش مهم. هو المهم كلماتك قوية وتبقى مرتبة ومنظمة ومربوطة بلينكينج ووردز بينها وبين بعضها. تاني حاجة، لو مثلا رحنا للتوبيك الأولاني دوت بيكلمك على ال percentages of population في شوية بلاد. عندك هنا الفلبين، ماليزيا، تايلاند، اندونيسيا. تمام، مش مهم. المهم في داتا قدامك. هنا بقى ممكن او هو المفروض انك تستعمل الداتا اللي موجوده في التيبل دي. يعني مثلا انت هتبص على الجراف، هو بيبقى ممكن جراف، شارت، اي حاجه موجوده ممكن يديها لك فيها داتا بيانات. تمام، ده الامتحان الاكاديمي. تمام، هتبص مثلا هنا انت شايف ده هنا ماليزيا هي اعلاهم في البوبيوليشن، وكمان اكسبكتد انه لحد 2040 تبقى كذا. فهنا انت وصلت لحاجة ممكن تتكلم عنها دلوقتي. وممكن العكس بقى، تثبت العكس. مين اقلهم؟ تايلاند. على 2040 تايلاند المفروض تبقى اقلهم في البوبيوليشن من ضمن يعني في الجروث بتاع البوبيوليشن وكده على مدار السنين اللي جاية يعني. فهنا في النوع دوت من التاسكات اوريدي الداتا موجودة قدامك، انت بس هتستخرجها من الباراجراف او ايا كانت الرسمة اللي هو مديها لك التوضيحية للداتا دي. بس كده، فالموضوع مش صعب. هو ده نوع من انواع ايه انه يوترك في الامتحان بس، انما هو الدنيا ابسط من كده بكتير. وكل اللي محتاج يقيسه منك هو قدرتك على الكتابة، وتبقى محضر للحاجة بحيث انه اي توبيك يقدر يفت على الكلمات او الجمل اللي انت محضرها دي. ونروح بقى لأقصر سيكشن في الامتحان كله اللي هو السبيكينج، بيبقى 10 15 دقيقة. بس سبحان الله ال 10 15 دقيقة بيعدوا كأنهم 10 15 سنة. المهم ما فيهوش اي توتر، ما فيهوش اي حاجه. طول ما انت مجهز له الدنيا هتبقى ماشيه بسيطه، وهتبقى متوقع ايه التوبكس اللي ممكن تعدي عليك او الاسئله اللي تتسالها في فتره السكشن دوت. السبيكنج بيبقى متقسم لثلاث اجزاء. بيبقى عباره عن ايه، بتبقى انت قاعد في اوضه انت وواحد معاك بيبقى اكزامينر. تمام، هو اللي بيسالك الاسئله وهو اللي بيحدد درجتك. بيبقى السبيكنج متقسم لثلاث أجزاء. أول جزء بيبقى عبارة عن introduction، بس بيسألك اسمك إيه، عندك كام سنة، بتدرس إيه، ساكن فين، اللي هي الأسئلة اللي هي البديهية اللي بتفتح أي حوار يعني. فده بيبقى سيكشن بسيط جدا. تاني حاجة، الجزء التاني هيديك زي كارت فيه توبيك، والتوبيك دوت المفروض تجهز له. بيديك دقيقة تجهز للتوبيك دوت، ويبقى معاك ورقة وقلم تقدر تكتب بوينتس أو معينة أو أي نقط مش عايز تنساها وأنت بتتكلم. وبعد كده المفروض تتكلم لمدة دقيقتين، حوالي دقيقتين، عن التوبيك دوت. وفي الكتب بتاعت كامبريدج هتلاقي برضو في نماذج كتيرة للسبيكنج دوت، ازاي الورقة اللي هو بيديها لك بيبقى شكلها عامل ازاي. فتقدر تبص عليها، ولازم تبقى ضامن ان انت في النقط اللي هتكتبها او الحاجات اللي انت هتحضر لها قبل ما تبدأ كلام، انت غطيت كل النقط الأساسية اللي مطلوبة منك في الورقة ديت عن التوبيك دوت. بعد ما تخلص الكلام بتاعك لمدة حوالي دقيقتين، هيبدأ الإكزامينر يسألك شوية أسئلة زيادة على نفس التوبيك اللي انت لسه متكلم عنه دوت. فهنا هو بيسألك أسئلة وانت بترد عليها، ويقعد يسألك ايه سؤال ترد عليه، سؤال ترد عليه، لحد ما يبقى يوصل لأصعب سؤال. وبعد كده خلاص. طبعا أهم حاجة ان انت ايه، ما تيجي ترد عليه ترد بالظبط عن السؤال اللي هو بيجاوبك عليه. وتحاول على قد ما تقدر تتفادى الغلطات، يعني غلطات في الجرامر، في الكلمات، في الحاجات الكلمة مش واضحة نطقتها كده غريبة، الجرامر نطقته غريب، تحاول تتفادى الكلام دوت على قد ما تقدر.
وتخلي اجاباتك اللي هي مش طويلة قوي ومش قصيرة قوي، اللي هي تبقى كلمة او كلمتين وخلاص على كده، لا يعني لازم تكون جمل. اهم حاجة تكون جملة زيها زي الرايتنج برضو، يعني انت بتحاول ان انت برضو تتكلم وتقول كلمات الى حد ما معقدة، بس مش معقدة قوي بحيث انها تبقى صعبة قوي عليك ان انت تعرف يعني تعبر عنها وتتكلم. فلا يعني بين البنين دي اهم حاجة. وازاي تقدر تحضر للسبيكينج ده بالذات؟ انا شايف احسن طريقة هتفتح اليوتيوب وهتكتب IELTS exam speaking section، تمام؟ وهتلاقي في عندك قنوات كتيرة بتاعت تيست سنترز بيبقوا مصورين لايف الامتحان، وفي اكزامينر اصلا بيسأل حد من البارتيسيبنتس، تمام؟ فده بيبقى امتحان لايف موجود قدامك، بيبقى امتحان ده اللي بالظبط اللي هيحصل في الفترة بتاعت الامتحان بتاعك. تقدر بقى تعمل ايه؟ تتفرج اول حاجة الامتحان بيتم ازاي، والوقت بيبقى عامل ازاي، ونوعية الاسئلة بتبقى عاملة ازاي. تاني حاجة، تيجي بقى عايز انت تتدرب، فاللي انا كنت بعمله هو ايه؟ كنت بشغل الفيديو دوت ولما الاكزامنر يسأل السؤال ولسه البارتيسيبنت هيجاوب، اروح موقف الفيديو واجاوب انا عنه كأنه الاكزامنر اللي في الفيديو بيسألني انا. فالموضوع ده كان حلو جدا وكان يعتبر مفيد، بيسرع العملية، مش لسه ادور على توبكس حد بقى مش عارف اخواتي ولا اهلي ولا اي حد يسألني وانا اجاوب عليه. فده بيلخص الموضوع وبيسرع الدنيا. بتفرج على الفيديو الاكزامنر يسأل سؤال وقف اجاوب انا عليه. الاكزامينر ادى توبيك، معظم الوقت لما بيدي توبيك لحد في الفيديو بيبقى مبين التوبيك ايه اللي اداهوله في الصوره كده بتظهر على الشاشه تقريبا او حاجه زي كده. فانت هتروح واخد موقف الفيديو وتكتب التوبكس بتاعك لمده برضو دقيقه، زي ما هو في الامتحان الرسمي بيبقى مديك انك تجهز للتوبيك دوت. بس لقيت الاكزامينر وقف الشخص اللي بيمتحنه، تروح انت تبدا انت اللي تجاوب وتتكلم بناء على التوبيك اللي كان موجود في الفيديو دوت. فالطريقه دي ممتازه، نفعت معاك كتير. لو مثلا الفيديو مش مريحك، لو في حد معاك في البيت يقدر يسألك او كده والانجليش بتاعه كويس فيقدر ياخد ويدي معاك في الكلام عن التوبيك، يبقى حلو جدا برضه هينفع معاك. بس لو هتعمل كده اهم حاجة الوقت، اهم حاجة تظبط وقتك عشان ما يبقاش في اي مشاكل بعد كده في الامتحان. وبس دي كده تعتبر كل حاجة من حيث تجهيز للسبيكينج. الموضوع مش صعب، ما توترش نفسك. امتحان مع 2 3 4 5 6 وتكرار هتلاقي نفسك الموضوع بدأ يظبط معاك. ودايما تحاول ايه وانت بتحل ما توترش نفسك، يعني حاول تهدي اعصابك عشان الكلام يجي معاك وتقدر تتكلم من غير اي مشاكل. نقطة أخيرة عايز أوضحها برضو في بحيث تجهيز الامتحان، الكتب بتاعة كامبريدج بيبقى فيها إجابات اوريدي في آخر الامتحان. فأنت المفروض بتخلص امتحانك كله وتصحح لنفسك بعد كده الامتحان، لكن بعد ما تصحح الامتحان بتاعك لازم ترجع للغلطات اللي عندك وتحاول تفهم انت عملت الغلط ده ليه، لان هي الفكره ان انت لازم تتعلم من الاخطاء اللي انت عملتها ديت، مش اللي هو خلاص الاجابه دي غلط ما علينا خلصنا وريني درجتي النهائيه ايه ويلا على الامتحان اللي بعده. لا، لازم تخلص وتريكاب كل الغلطات بتاعتك دي تاني وتحاول تفهمها، يعني تروح ترجع لكل واحدة تاني تحاول تفهمها. يعني أنا كان فاكر ساعة لما كنت بعمل الحكاية دي كان الامتحان ده مذاكرة لوحده، واني براجع على غلطاتي وافهم هي ايه، ده كان مذاكرة تانية لوحدها وهتفرق معاك جدا بعد كده وتقلل معاك احتمالات الغلطات عموما اللي بتعملها في التوتال بتاع الامتحان كله. ده كده كل اللي انت عليك تعمله للتجهيز للامتحان، موضوع مش كبير طالما ان انت اوريدي معاك اللغة. فالامتحان عبارة عن تكنيك، مسألة وقت وتجهيز والتعود على الامتحان ذات نفسه، فدي كل حاجة. اللي بيسألني الحجز ازاي وهل اروح للمكاتب بتاعة الحجز والكلام دوت، مش عارف بالظبط هو بيبقى ايه مكاتب الحجز اللي بيتكلموا عنها. يعني لو قصدكوا حجز مع البريتش كونسل في فرع البريتش كونسل في العجوزة، عادي جدا طبعا ممكن تروح وتحجز الامتحان هناك مفيش مشاكل. لكن الطريقة التانية للحجز بتاعة الامتحان هي اونلاين على موقع البريتش كونسل. الموضوع بسيط جدا، هتروح على موقع البريتش كونسل للايلتس في مصر، هتسيب لكم اللينك بتاعه برضه موجود في الديسكريبشن. ده الموقع الوحيد الرسمي اللي بتحجز منه الامتحان هنا عندنا في مصر، ما فيش مكاتب تانية وسيطة والجو دوت. بالدفع كله بيبقى بالجنيه المصري، ما فيش دولار، ما فيش استرليني، ما فيش الحاجات الغريبة اللي بتتعمل عندنا في المكاتب بتاع الوسيطة والحاجات النصب دي. زي ما كنت بتكلم في أول الفيديو الامتحان ممكن تختاروا كمبيوتر، ممكن تختاروا ورقة، تمام؟
ما بيبقاش في فرق في الامتحان ذات نفسه، هو بيبقى نفس الامتحان اللي انت هتاخده في الورقة هو اللي على الكمبيوتر. الفرق بس ان انت هتجاوب يا على الكمبيوتر للي بيحب يكتب اكتر واسرع على الكمبيوتر على الكيبورد يعني، او اللي هو شايف ان الورقة وقلم ده احسن بالنسبة له. مش فارق، اختار طبعا اكاديمي ولا جنرال على حسب انت عايز ايه. يعني انا لو عايز اهو اكاديمي هدوس بوك ناو. تمام، فين بالظبط في مصر؟ فهقول مثلا في الشروق. دوت لذوي الاحتياجات الخاصة يا جماعة. لو عايز الورقة يبقى فيها يعني حاجة معينة، الورقة تبقى خطها أكبر، أوضح، اللي أنت عايزه. بس بتختار عايز الميعاد بتاعك إمتى مثلا. يعني أو هنا دي المحاولات اللي موجودة. يعني ممكن أدوس هنا بس بتعمل سيرش، فبيطلع لك النتائج هنا. بيقول لك انه في امتحان موجود في الميعاد اللي انت حددته يوم 15. فتيست سنتر هو مدرسة نرمين اسماعيل او NIS، ده اللي انا اصلا رحت فيه عامة امتحن فيه، والعنوان بتاعهم اهو تقدر تشوفه على المابس. الامتحان اهو بيبقى عامل لك مثلا اهو انه يوم 15 الساعة 1. ده الامتحان الايه كمبيوتر. تمام. انما السبيكنج هيبقى موجود في نفس اليوم برضو. ممكن عادي ما تقلقوش لو الامتحان بتاع السبيكنج في يوم تاني خالص، ده مش مشكله. وانت اصلا ممكن تغير السكادجول بتاعك، ممكن تمتحن السبيكنج ده في يوم تاني لوحده. وبيبتدي الساعه من 12 لحد 12 20 دقيقة، وبعدها بشوية تستنى يبدأ الامتحان بقى اللي على الكمبيوتر الساعة 1. ده لو انت عايز تحجزه. عايز تغير المكان انت عايزه. مثلا 6 أكتوبر هنا عندهم كمبيوتر وورقة. يعني يمكن نرمين إسماعيل كمبيوتر بس. أنا لما حجزت آخر مرة كانت في ورقة عادي، وأنا دخلت امتحاني كان بورقة عادي. مثلا نقول هنا بيبر. المواعيد مثلا هو عامل لك هنا على 6 و9 مثلا. هنختار ايه 9. في يوم 9 أكتوبر ويوم 6 نوفمبر. ودي المواعيد. يبدأ امتحانك البيبر امتى والسبيكينج امتى. ومعاك اهو العنوان بتاعك في جامعة مصر، فمفيش مشاكل قوي، الموضوع بيبقى بسيط. بتختار اللي انت عايزه، بتدوس بوكينج، تدفع مصاريفك اونلاين، وبعد كده بيجيلك كونفirmation بالامتحان بتاعك والاي دي بتاعك في الامتحان هو ايه بالظبط. والبيانات المطلوبة بتبقى بس بطاقتك او الباسبور اللي انت عايزه. وبعد كده لما تيجي تخش الامتحان بتخش امتحان. لو انت حجزته ببطاقتك تجيب بطاقتك معاك طبعا. لو حجزته بالباسبور يبقى باسبورك يبقى معاك وبس. وبتخش الامتحان ومبيبقاش فيه اي مشاكل، الموضوع على طول يعني كأنك داخل الامتحان اخر السنة بتاع مدرسة ولا حاجة. هو بالظبط نفس الفكرة. تمام. وفي الاخر يا جماعة بتمتحن امتحانك، وبتستنى بعد كده ايميل تاني هيتبعت لك بعد ما تخلص الامتحان بتاعك بالشهادة انك تروح تستلمها، او ان درجاتك خلاص نزلت. بتروح تستلم الشهادة. أنا ساعتها استلمتها من بريتش كونسل من فرع العجوزة. تستلم بالباسبور أو بالبطاقة حسب كنت مسجل بإيه. وفي الآخر شهادة الأيرس بتبقى شكلها عامل زي كده بالظبط. ده أنا يا جماعة لو مش مصدقيني. المهم أهم حاجة الأي دي بتاعك موجود هنا. تيست سنتر بتاعك الكود بتاعه هنا. درجاتك يا جماعة عشان تبقى فاهم بالظبط أنت جايب كام. بيبقى متقسمة كل سيكشن جبت فيه كام لوحده. تمام. السكور بيتحدد ازاي؟ السكور بيتحدد من 0 يعني ما جيتش الامتحان اصلا ل 9. 9 ده اللي هو الفلوينت خلاص، ده اعلى ليفل موجود. واصلا هتلاقوا في ظهر الورقه شرح كامل بالتفاصيل عن كل يعني كل باند سكور معناه ايه. تمام. فمثلا اهو دي السكورز بتاعتي كل واحد فيهم جبت كام، وده التوتال اوفرول سكور بتاعي اللي هو 7. وهنا ده بيترانزليت انتو كامل باللي هو نظام الحروف. ده كأنه C1. عارفين انتوا في A1 A2 B1 B2 C1 C2 تقريبا. وبس. ودي كده بتبقى كل حاجة ومختومة من بريتش كونسل والانترناشونال انجلش لانجوج تيستنج سيستم وممضية وبس كده. تمام. لو انت بتقدم فيها على مصلحة حكومية او حاجة ما بتحتاجش اي توثيق، ما بتحتاجش اي اختام ولا اي حاجة من الجهة اللي انت هتسلم لها الورقة ديت. هي خلاص كده مظبوطة معاك. الاي دي بتاعك فوق، يقدروا يطمنوا على الورقة اذا كانت اصلية ولا مضروبة. ما بتحتاجش اي توثيقات وبس. ودي كده كل حاجة تقريبا عن تجهيز امتحان الايلتس. اتمنى اكون لميت الدنيا كلها. يعني البلان بتاعك من الاول لحد ما تاخد شهادتك ان شاء الله وتبقى جايب السكور اللي انت محتاجه. لو في اي حاجه طبعا اكتبوها لي تحت في الكومنتات هرد عليها على طول. الامتحان هل هو صعب؟ لا مش صعب. لو انت اوريدي معاك الدرايه الكافيه باللغه المفروض ما يبقاش في حاجه صعبه في الموضوع.
ده مجرد انك بتثبت قدرتك اللي هي اوريدي معاك، طبعا زائد ان انت بتدور على نقط ضعفك فين وبتحاول تصلحها علشان تضمن اعلى درجة ممكنة ليك. انا عن نفسي شايف ان انا واحد يعني معرفتي باللغة مش واو، مش اللي هي قوية جدا او حاجة زي كده. معظم اصلا لغتي اتعلمتها من على النت بس، يعني مجرد ان انا كنت بدور على كل حاجة بالانجلش وبتفرج على فيديوهات كتيرة بالانجلش وكده. ده اصلا اكتر حاجه خلتني على درايه باللغه اكتر يمكن من الدراسه ايام المدرسه وكده. الامتحان خد مني عشان احضر له حوالي 3 شهور، وانا ما كانش عندي خلفيه بالايلتس قبل كده ولا دخلت ولا اعرف هو شكله عامل ازاي اصلا. مع ذلك بمجرد اني فهمت هو ايه التكنيكس اللي بتخليك تعدي في الامتحان او تجيب فيه اعلى درجه ممكنه، هو دوت اللي خلاني اعديه او اجيب فيه الدرجه اللي انا كنت محتاجها للدراسه اللي انا فيها دلوقتي. انا كانت الدراسه بتاعتي هنا طالبه باند 7، وبالفعل باند 7 هو اللي انا عرفت اجيبه في المحاوله بتاعتي. ويعتبر من اول مره، يعني هي الموضوع كله ان انت تبقى داخل عارف بالظبط انت هتعمل ايه وداخل على ايه، يعني مفيش داعي للمفاجآت. يعني انا عن نفسي ما بحبش المفاجآت خالص، فلازم الحاجه ابقى دارسها كويس قبلها وفاهم انا داخل على ايه قبل ما اخشها. فبس اتمنى كده اكون غطيت كل حاجه. لو عندكم اي اسئله او اي استفسارات اكتبوها لي في الكومنتات على طول هرد عليها. اتمنى تدعموا القناه بسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لاي نوتيفيكيشنز تجيلكم من اي فيديوهات جديده. انا بدرس هنا زي ما قلت ماسترز في المانيا، وفي فيديوهات كتيره بعملها عن الدراسه والعيشه هنا في المانيا، عن ازاي تقدم ورقك كمان للدراسه. يعني في كونتنت كتير موجود في القناه حاليا عن ازاي تمشي في سكه الدراسه في المانيا وتيجي هنا. فلو دي حاجه تفيدكم في انكم تعرفوها، هتلاقوا فيديوهات عنها كتير موجوده في القناه. ودي كل حاجه يا جماعه، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.